البنت الصغيرة دي كانت بتحب الأكل جدا من وهي طفلة، كانت بتاكل 100 رغيف في الوجبة، كمان كانت بتخطف أكل المدرسة اللي بقت مش عارفة تتصرف، خصوصا إن الطلبة كانوا بيجوعوا بسببها. فالمدرسة قررت تبعتها لأخوها الغني، وقالت إن أخوها يقدر يديها جبل عيش تاكله. الناس ساعدوها تجهز حاجتها، والمدرسة ادت لها عقد من اليشم عشان تقدر تلاقي أخوها بيه. لما وصلت المدينة لقت العقد بينور، وده معناه إن أخوها قريب. في نفس الوقت الراجل كان بيفكر في أخته، وفجأة عربية نقل كانت هتخبطه. البنت جريت بسرعة وقدرت توقف العربيتين. السواق اتصدم لما شاف بنت صغيرة، وبعدها فتحت باب العربية ولقيت الراجل أغمي عليه. ادته حباية ففاق فوراً، ولما كان هيخرج يشوف اللي حصل هي جريت عليه وحضنته وقالت له أخويا، لكنه ما كانش مصدق. المساعد لاحظ إن شبههم كبير، فافتكر الراجل إن عنده أخت كانت مفقودة من سنين، وقرر ياخدها البيت. هناك لبست فستان جميل، لكن بدأت تحك في جسمها. الراجل لقى جواب المدرسة اللي بيقول إنها بتتعب لما تلبس حاجة أغلى من $100، والعلاج الوحيد هو عمل الخير. علشانها الراجل أمر يتبرع ب10 ملايين دولار. بعدها العقد نور تاني، والبنت خفت وبقت تقدر تلبس حاجات قيمتها $10,000. بس المساعد فكره إنهم بقوا من غير فلوس، والبنت حست بالذنب. في اللحظة دي شافت إن حوالين أخوها ضباب أسود، وده معناه إن في حد بيسرق حظه.